أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اخوتي واحبابي في الله، ابناء وتلاميذ الحاج ابو الفتوح واخوته واحبابه، هذه اللحظات مشهودة في الملأ الاعلى تسجلها الملائكة، ويباهي بكم رب العزة انكم ما اتيتم الا حبا في الله ولله، وما خرجتم من بيوتكم الا وفاء لابيكم واخيكم ومعلمكم، فإن من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن فإن الحي لا يؤمن الفتنة. هذه النماذج نوزعها يوما بعد يوم، بل في نفس اليوم، وكأنهما كانا على موعد. الأخ محمود توفيق عويس رحمه الله من الرعيل الأول اليوم في صلاة الظهر في القاهرة في حلوان، والآن الأخ ابو الفتوح عفيفي حبيبه ورفيق دربه وجهاده، وكأنهما على موعد عند الله عز وجل. القضية الآن نحن وأنتم على ما ستسيرون، كيف ستحملون العبء والأمانة، وهذه الأجيال الرعيل الأول يلحق بربه يوما بعد يوم. فكما غرسوكم وأزهرت أشجاركم وأثمرت، هل بذرتم بذرة وزرعتم شجرة لتثمر وتزهر من بعدكم؟ هل طبقتم ما علموكم إياه من إحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبلها بإقامة الفرائض؟ لا تعتذروا بانشغال الحياة، هؤلاء قد مد الله في أعمارهم اتبعت، وأوقاتهم بورك فيها، بل وقاماتهم أطالها الله. فكأنما كان الأخ ابو الفتوح رحمة الله عليه ينظر للدنيا من مرتفع، من مقام عال، فيحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هل تعلمتم منه شيئا؟ ان اردتم ان تردوا له الجميل، فان كان قد علمكم شيئا فادينوا بقاءكم على هذا الخير ليذهب له مثل اجوركم من غير ان ينقص من اجوركم شيئا. فان من سن سنة حسنة فله مثل اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. هذه النماذج العملية التطبيقية في صمتها كانت قدوة، تركت بصمة في كل مكان، بل وكأنها كانت تريد ان تسجل اسمها في كل مكان وكل مسجد وفي كل صلاة، كي تشهد لها هذه الاراضي وتشهد لها هذه الملائكة في كل مكان، ليعرفها اهل السماء اكثر من اهل الارض. أين أنتم من هذا؟ إنكم تغيبون عن المساجد، بل لا تكادون تحضرون على شهادة هي أهم الشهادات في هذه الدنيا، براءة من النفاق، بحضور صلاة الفجر في جماعة والعشاء في جماعة. عمروا بيوت الله لكي تكونوا ممن وصفكم الله في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هل أنتم من هؤلاء؟ هل تعلمتم شيئا من أساتذتكم؟ أدينوا هذه الأخلاق وهذه القيم واتبعوها في الأرض لتكونوا في مكانة الخلق الذي وصفكم به الشيخ الباني رحمة الله عليه، متين الخلق، لا يتذبذب ولا يتزعزع ولا يتغير. نفسنا وصية مرشدكم الأول عليه رضوان الله ورحمته: احذروا من الانحراف فيه والزلل عنه، الزلل فيه والانحراف عنه والمساومة عليه والخديعة بغيره، وانتم تتعرضون لهذه الامتحانات كل يوم. وهذه النماذج قد تعرضت لكل ذلك
لم تلن لهم قناة. انظروا الى قول ربكم عز وجل: لقد بدأ بالقضية الاولى فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وجاء بعدها وما ضعفوا وما استكانوا. والضعف ضعف الزمن، والاستكانة استكانة الحركة. هذه كلها ناشئة اذا ما ظهرت كأعراض للوهن الذي في القلب. الوهن الذي في القلب يغني عن النتائج، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، مصيبة المصائب. انزعوا حب الدنيا وكراهية الموت من قلوبكم، انقذوا انفسكم من الوهن، فلن تضروا بعد نزع الوهن ولن تستكينوا بعد نزع الوهن. كونوا هذه النماذج من بعدهم، انقذوا دعوة الله ونور هذه الدعوة، لانكم ان لم تستروا القدرة وتأخذوا الاجرة ذهب الله بكم واتى بقوم غيركم يجاهدون في سبيل الله ولا يخشون في الله لومة لائم، يحبهم رب العزة ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، صفات حققوها في أنفسكم بدلا من أن يستبدل الله بنا غيرنا. نحن الآن في موقف اختبار، فعيشوا على ما عاشوا عليه وموتوا على ما ماتوا عليه. هذه الدنيا لحظات لا ندري من نشيعه. لا أقول غدا، كما الله الذي لا إله إلا هو اليوم من ندري من نشيع الليلة من الحاضرين الذين هم على قيد الحياة منا. فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. أعدوا لهذه اللحظات إجابات لهذه الأسئلة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أفنيته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت فيه. لقد تعلمت الكثير. اجعل عملك مطابقا لعلمك، بل اجعل عملك اكثر اثرا من كلامك، فان الله قد عز وجل قد رزقك اجزاء الحركة واعضاء الحركة اضعاف اللسان. اجعل عملك ضعف قولك، اجعل نفسك عملا يؤثر في 1000 من حولك، فحال رجل في 1000 رجل خير من مقال 1000 رجل لرجل. هذه نماذج الاخوان، هذه نماذج الرعيل الاول، فهل نسمي رعيلا اخر بعدهم؟ نريد ان نتحدث عن رعيل ثان وثالث كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلين منكم اولي الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اعدوا صفا ثان وصفا ثالث، اعدوا صفوف الدعوة جيلا بعد جيل. هذه الاجيال تدعو لبعضها والله عز وجل يتقبل. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وعودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هل رغبتم في ثواب الله؟ هل رغبتم في ان تكون هذه اللحظات لحظات الامن والامان عندما تقدمون على ربكم فتجدون صحائف اعمالكم قد سبقتكم؟ لقد مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فاثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. اين هؤلاء الذين يطرحون بين الناس ما يجعلهم يثنون عليهم بالخير؟ لماذا يثنون عليك؟ سيقولون كما قالت السيدة خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل نزول البعثة: والله انك لتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم وتكسب المعدوم. اين هذه صلتكم بالمجتمع؟ اين هذه صلتكم بمن حولكم؟ كونوا كالشامة البيضاء، كونوا كالأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب. هذا هو المؤمن الذي يقرأ القرآن. اما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن وصفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمرة. ما الفرق بين هذا وذاك؟
هذا له ريح طيب وهذا ليس له ريح، والاثنان طعمهما طيب طعمهما حلو فيهما ايمان. لكن المصيبة ان المؤمن الخامل الذي لا ريح له من حوله سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن لا يقرأ القرآن، ولا يوجد مؤمن لا يقرأ القرآن، لكنه كأنه قد ألغى قراءته للقرآن، لم يترك أثرا في من حوله، فكأنه لم يؤثر فيه القرآن ولم ينفعه قراءته للقرآن. ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها، هذا يقال، لكن لو لم يتدبرها فله الويل. مصيبة وكارثة ان نتعامل مع القرآن بهذا البرود القلبي. اين هذا القلب الذي يتأثر؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. اين هؤلاء؟ هؤلاء الذين سبقوكم من ايمان كانوا يقدمون جهادا وتضحية وصلاة وصياما وقياما وذكرا وزكاة وحجا وعمرة، وقلوبهم واجبة انهم الى ربهم راجعون. فما بال قلوبنا على حالها هذا لا تنجم من لقاء الله. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظروا إلى الآية التي تليها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لنا يا رب يا من أردت أن تحيي قلبك، الله عز وجل الذي يحيي الأرض الميتة تعهد وتكرم وتفضل ان لجأت اليه وقلت له اريد يا رب ان تحيي قلبي بعد ان قد مات. لجأت اليك يا من تحيي الارض بعد موتها، احيي قلبي في دنياي واحييه يوم تموت القلوب. جاءت امرأة الى السيدة عائشة رضي الله عنها كأنها كانت تشكو من قلبها، ليس في انسداد في الصمام الميترالي ولا في ضيق ولا في جلطة، جاءتها تشكو من قسوة قلبها، تتابع قلبها فوجدت فيه قسوة لم ترسم رسم القلب لتبحث عن اصابات مرضية، انها رسمت رسم القلب الايماني فوجدت فيه قسوة. لن تدرك القسوة الا اذا كانت قد جاءت حلاوة الرقة وحلاوة القلب النابض الحي، القلب السليم الذي ليس فيه الا الله، ولو كان مريضا ولو كان قد عمل عملية قلب مفتوح فقد جاء مرض القلب المفتوح بقلب سليم لله عز وجل. فالقلب السليم هو القلب الذي ليس فيه الا الله. هذا تعريف القلب السليم. القلب المفتوح المريض والذي فيه شيء غير الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قالت لها: يا ام المؤمنين اشكو اليك قسوة في قلبي، فنصحتها بزيارة القبور، وها نحن الان فيها، ليس فقط نزورها بل نودع حبيبا غاليا ممن عشت معه 3 سنوات في سجن طرق، فوجدت هذا النموذج القدوة الجميل الهادف الالف المألوف ولا ازكيه على الله. اين نحن من هذه الاخلاقيات؟ تربية جماعة الاخوان المسلمين. رجل واحد اسمه حسن البنا رحمة الله عليه مات في عمر 40 الاول غير معاش ضعف عمره ولم يترك، لا اقول لم يترك خيرا بل قد ملأ الدنيا شرا. هذه نماذج قدمت لدعوتها ولامتها ولبلدها الخير الكثير. انتم الان تسيعون جنازته وتحملون له الحب وتزورون قبور اخوانكم الذين سبقوكم من قبل. هل اثرت فينا هذه الزيارة؟ ان عدنا كما كنا فوالله لانها الخسارة الكبرى. لقد قالت لها: انصحك بزيارة القبور، فزارتها ثم عادت وقالت لها: يا ام المؤمنين جزاك الله عني خيرا، لقد اذهب الله ما كان بقلبي من قسوة. فهل اذا عدنا الان وجدنا هذه القلوب قد ذهب ما كان بها من قسوة؟ سيكون غادك بإذن الله أفضل من يومك، وستكون بهذه الحال من المنتفعين بهذه الذكرى. فينال هذا الرجل رحمة الله عليه
كما كان سببا في الخير لك في حياتك ان ينال سبب الخير لك بعد مماتك، فيكون موته عبرة وعظة لك تؤثر في حياتك، ستجعلك من بعد موته افضل مما كنت، ويكون السبب هو في موته كما كان سببا في حياتك. تقبل الله منا ومنكم. وكما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يستحي ان يرد دعاء بين صلاتين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا. اللهم انا قد جئناك يا رب العالمين سيدنا في اخينا الحبيب المقام الصور ان تغفر له وترحمه. اللهم فتقبل شفاعتنا فيه. اللهم يا رب انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم يا رب جاف الارض عن ذنبيه. اللهم يا رب ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يا رب افتح له في قبره مد بصره. اللهم يا رب اكرم نزله. اللهم يا رب اغفره من ذنوبه وخطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم يا رب اجعل هذه الليلة اسعد لياليه. اللهم يا رب اجزيه عن اخوانه وعن اهله خير ما جزيت اخا عن اهله واخوانه. اللهم اخلقه في اهله وماله وولده ودعوته بخير ما تخلق في عبادة الصالحين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، واغفر لنا وله. اللهم اجرنا بكل خطوة الى الصلاة حسنة، وارفع عنا بكل خطوة خطيئة، وارفعنا بكل خطوة درجة. اللهم من علينا بقيراط مثل جبل احد حسنات في صلاتنا على امواتنا وفي سعينا وراءهم حتى يدفنوا. اللهم اكرمنا بكما اكرمتهم. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا احياء ومنتقلين، وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واقتل الكفر والكافرين، واقتل النفاق والمنافقين، وانصر عبادك المستضعفين من المؤمنين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم رد الينا فلسطيننا ومقدساتنا. اللهم عليك باليهود واعوانهم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم اجر دائرة السوء عليهم وسق الوبال اليهم وزلزل الراسخ تحت اقدامهم واتهم من حيث لا يحتسبوا. اللهم فرج كرب اخواننا المأسورين واخواتنا الاسيرات، وانصر اخواننا في كل بقاع الارض، وانصر دعوتك واعز جندك، واجعلنا من جندك الغالبين وحزبك المفلحين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وعزاء جميع اخوانكم اعضاء مكتب الارشاد ودعواتهم لكم ولاخينا الحبيب الاخ الدكتور برحمته ورضوانه لنا ولكم ولاهلينا. وتقبل الله عزاءكم وجزاكم خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم.